كسور المتكافئة درس عندي في رياضة تالتة ابتدائي، درس جميل جدا. الهدف منه اني انا بخلي الطفل يركز جدا، وطبعا حفظ جدول الضرب من الحاجات الاساسية للتدريب ده. الكسور موجودة عندي في وحدتين كاملين، لازم طفل يكون متمكن منهم بكل اشكالهم وبطبيعة الاسئلة المختلفة اللي بتيجي عليهم. لو هتكلم عن الكسور المتكافئة ونحل فيها تدريبات، فانا لازم اعلم طفلي ان لما يكون عندي كسر وعايز مني جزء فاضل عشان يبقى الكسر ده مكافئ، العلامة الأساسية اللي هتخليني أحل هي علامة يساوي. وجود علامة يساوي بين الكسرين اللي هيخليني أعرف إني أنا كده عايزة أخلي الكسر ده يكافئ الكسر ده، يعني يساويه. عشان كده أول علامة أعلم بيها طفلي وجود اليساوي بين الكسرين، معناها إني عايزاهم متساويين، يعني متكافئين. إزاي متساويين وأرقامهم مش زي بعض؟ يعني متكافئين، وهو ده اللفظ الأنسب والصح. يعني هنا التلت بيساوي 3 على كام؟ علمنا أولادنا إن البسط، أشوف البسط المتواجد، الواحد بقى 3 اتضرب في كام عشان يبقى 3 في 3؟ دي سهلة جدا، زي ما بضرب فوق بضرب تحت، يبقى هضرب تحت كمان في 3، يبقى 3 في 3. قدرت أجيب النقطة الناقصة في المسألة هي 9. نفس الفكرة هنا، البسط مش موجود والأهم علامة يساوي، يبقى السؤال ده عن التكافؤ بين الكسور. الاتنين بقت 6، اتضربتي في كام علشان تبقي 6؟ برضو في 3، يبقى هضرب فوق في 3، الإجابة 3 على 6. هنا نفس الكلام، يا 5 اتضربتي في كام عشان تبقي 25؟ في 5، يبقى هضرب فوق في 5. خد بالك دايما السؤال ده بيجيب لي الاختيارات، يقول لي 1 و5 و10. في اطفال كتير للاسف بتختار الواحد وبتتخم وبتقول الواحد في 5 ب5. خلي بالك حاطط لك اختيارات يلخبطك مش يساعدك. الغي الاختيارات وحل المسألة بمفردك، وبعد كده دور على الناتج بتاعك وسط الاختيارات واختاره. علشان صدقني اللعب بالارقام في الحساب حاجة عايزة طفل يركز. فدايما نصيحتي لأولادي في الاختيارات الغيها، حل مسألتك وانسى ان في اختيارات، وبعد ما تحل دور على اجابتك. لو مثلا انت كاتب رقم مش موجود في الاختيارات اصلا، يبقى انت عندك مشكلة وعندك حاجة غلط، لكن لما الاقيه على طول يبقى انا صح. نفس الكلام، ال16 بقت 4. ايه ده؟ خلي بالك هنا الرقم صغر ما كبرش، بقى انا هنا هعمل ايه؟ هقسم. يا 16 بقيت 4، قسمتي على ايه؟ اتقسمتي على 4، يبقى هقسم فوق على 4، هيبقى الناتج 1. هتلاقي برضو الاختيارات فيها 4 وفيها 1، ودايما تخلي بالك. هنا نفس الكلام، لا ده هنا كبر عادي، ال7 بقت 21، ضربتها في 3، هضرب تحت في 3 ب24. كسور المتكافئة درس لذيذ جدا، بس فيه تكات خلي بالك منها.